بورق الدالية نخليك عنده عزيزة وغالية بالمزهر، خليه يطيعك وياخذ لك الراي بلا ما ينظر. الوصفة اللي راح تخليه يموت عليك ويخلي بلاده ويجي ليك. وجدي قرعة مزهر ورق الدالية وتبعيني الاخر تاع الفيديو، خاطر الفيديو تاع اليوم فيه بزاف حوايج البنات، فيه الفصالة وفيه الخياطة وفيه روتين وفيه خرجة جولة في جاردينتي، وفيه ثاني وصفة لراجلك باه تخليه يموت عليك. اختي يقطع البحور، يقطع البحور ويجي عندك. المهم كما شفتوا في البداية كي نط صباح صورت لكم البنات، رحت توضيت وصليت يا سحرة ونصلي خويتي. صليت ومن بعد رحت صورت لكم في الكراج هذاك القش اللي كنت غسلته معاكم في الفيديو اللي فات، القش مازال منشور ما نحيتوش، وصورت لكم كيفاه الاشعه تاع الصباح. اليوم خليت كتكوتي راقداني بكرت شوي. نط المهم كما قلت لكم ورحت وجدت الفطور. لا استغفر الله، ما صورت لكم غير الكوزينه برك كيفاه صبحت. المهم ما فطرت ما والو. الحاجه الاولى اللي درتها قلت قبل ما ينوض كتكوتي نجي هنا باش نفصل القنادر، خاطر لا كان ناض ما يخلينيش نفصل. الخياطه عادي نقدر نخيط نورمال قدامه، بصح الفصاله لا، لازم يكون راقد ولا يكون برا. المهم جبت هنا القماش تاعي طويته على 4 وحطيت عليه القيس مطوي على 4. اكيد القماش طويته على 4 ونحيت منه حوالي 20 حتى ل 15 سنتيم باش نخدموا منها لي كورباي ولا تخدموا بها واش تحبوا. شوفوا كيفاه طويتها البنات على 4. تجي عندنا جهه مثنيه هنا للامام، جهه مثنيه وجهه مفتوحه اللي راح تكون فيها القصه تاع الظهر اللي تجي في ظهر القندوره. درك انا القماش تاعي هذا ناقص، دي فوا يكونوا البنات الرولوات تاع القماش وافيين يوصلوا حتى 180 سنتيم، يعني 180 ودي فوا يكونوا ناقصين. هاكم شفتوا هنا كي حطيته على القندوره جا قدها قد وانا لازمني نخلي قيس الخياطه من الفوق على الكتاف، ولازمني نخلي قيس الكفه. هيا طلعت شوي القندوره تاعي وخليت 4 صوابع من تحت كيما راكم تشوف. المهم حبيباتي هنا هاني نقص في القطع تاعي، تجيني قطعة مثنية عزوز وقطعة مفتوحة اللي راح نديرها في القصة هذيك تاع الظهر. المهم كل شو على عينيكم، شوفوا كيفاه، تبعوا معايا وحدة وحدة يسهلها خلاص. نعدتلكم التفصيل على القيس بأسهل طريقة، سما هذه أسهل طريقة تقدري تفصلي بها قندورة ليك ولا لأمك ولا بنتك ولا أختك، والأصوات تكون تتجاهلوا برك. اي جاه الغنى حب يغني. المهم شوفوا كيف قصيت لامونج تاعي، طبقت هذوك الكربايات للداخل وتبعتهم. وش هي اني نخلي ديما قيس الخياطه البنات، ديما قيس الخياطه نخليه، خاطر القندوره هنا مخيطه مدايره لي بانس مدايره كلش. شوفوا القطع اللي فصلت للفوق، شفتوهم؟ هذا من بعد نلصقهم بخياطه وفرات. هذه سهله ماهله. دركا راح نهبطوا بالخياطه. دوك تشوفوني قداه راح نخلي في هذيك الزاويه تاع الابط، يعني تحت التقويره تاع تاع اللي راح نركب فيها لي مونش، التقويره هذيك تاع الابط القوس هذاك البنات. شوفوا كيفاش جايه نطلع من تحت القندوره، نخلي 1 سنتيمتر ولا صبع، بصح من الفوق نخلي حوالي 4 اصابع على الصدر، خاطر الصدر فيه لي بانس، الصدر والكرش فيه لي بانس وفيه الخياطه تاع الجناب، يعني راح تاكل لي القماش. خليت كاتدوا 4 اصابع، يعني مانيش بالميترة. هناني نعتلكم بالقيس وبالاصابع، يعني تفصيله سهله مالا تقدري تخدمي بها حتى حجاب ان شاء الله. كيما قلت لكم لكن تحلي المشكل تاع القنوات تاعي الزوز تاع صبوحه والاخرى، قلت لكم ادعموني تفرجوا لي فيديو تاع صبوحه البنات القدام، ادخلوا لقائمه التشغيل في القناه تاع صبوحه وتفرجوا لي، ما تمشيوا لي الفيديوهات تاعي في الليل. هنعمل كورباية القندورة وراح نفصل القندورة الثانية باهي يطلعوا لي سوايع البنات. كي نحل المشكل يطلعوا لي سوايع ونحل المشكل تاع القنوات تاع صبوحة وتاع الريف، انتم ركزوا لي على صبوحة اكثر لانه ناقصينها سوايع بزاف. كي تحل المشكل تاعهم نوعدكم نحل لكم قناة تاع خياطة ونعلمكم فيها بالتفصيل لوجه الله تعالى، نعلمكم كلش بالتفصيل كلش يا البنات كلش. ندير لكم لي مانش وحدهم كل نوع واحد، وندير لكم الرقابي وحدهم كل نوع وحده، ندير لكم التفصيل تاع الكروازي وحدهم كل نوع تفصيله وحده. المهم
هنا جبت القماش، هذه القندورة تاعي أنا الأولى اللي فصلتها تاع مولاتها، بصح هذه تاعي أنا فيها مترتين. مترتين قماش تخرج القندورة الله يبارك، إيفازي وباللي مانش ولا باللي كورباي ولا ديري واش حبيت. وش بيك؟ شوفوا هنا نعتلكم كيفاه مطوية كيما هيك بعد الطريقة هذه فصلت بها الأولى في البداية بركة. شوف هاوكا تكون جاتو البكية، سامحونا برك. درت شبر من الفوق، هذه بالشبرة البنات، درت شبر من الفوق وهبطت بشبر على الطابق. قلت لكم درت شبر من فوق وشبر على الطابق، هاني نحيت الطابق وشوفوا من تحت كيف راح نفصل هنا على الصدر. درت شبر و4 أصابع وعينت. اي واضحه البنات الطريقه في الفيديو. درت شبر من الفوق على الكتاف ومن بعد هبطت بشبر وزدت له 4 أصابع في اللاطاي على الصدر وين هذيك الزاويه الحاده، والبلاصه هذه اللي تحت هبطت كما يقولوا فمك بحشاكم، احنا نقولوا صباع الشهاده وصباع الكبير الخشين، فهمتوا؟ يعني حوالي 18 سنتيمتر اللي يحبوا يقيسوا بالمتر 18 سنتيمتر، وهبط بخط مائل. اكيد المبتدئات مستحيل حيديروها كيما هيك. وش هنا نعطيكم في افكار اللي عندهم شويه فكره على، نعطيكم في الطرق اللي عندها شويه فكره على الخياطه تقدر تفصلها، بس حتى اللي تبدا بالتفصيل اول مره لا ما تقدرش، ممكن احتمال كبير ما تقدرش. على بها ان شاء الله هاني درك ندير لكم كل شيء بالتفصيل، يعني كل مرحله نديرها لكم في فيديو وحدها ان شاء الله كي نفتح القناه تاع الخياطه، فهمتوني؟ ان شاء الله كي نفتح القناه تاع الخياطه انا خاطر متمكنه. بالنسبه للبنات اللي ما يعرفونيش انا راني خياطه، البنات عندي قريب 14 ولا 15 سنه خبره في الخياطه، وكنت فاتحه اتوليي وحاليا هاني في داري برك البنات نخيط. المهم شوفوا كيفاش جات ديجا هيك النظره تعطيك كيما نقولوا الشكل يعطيك النظره بلي راح تخرج تفصيله تاعها في اللاطاي تهبل البنات، تجي سانتخي على الصدر وتجي من تحت ايفازي. هذه هي كان دورتي لحد الان، مازال ما على باليش من الموديل راح ندير لها. هنا فصلت لها لي كورباي من هذاك المورسو اللي نحيته من القوس تاع الابط، اللي نحيته من الابط هو اللي خدمت به لي مانش. درك بقالي هذاك المورسو اللي نحيته على الكوتي، هذاك الطويل، هذاك القطعه الطويله هذيك طويله صا ديبون واش ندير بها بعد، لاني مازال ما ديسيديتش واش من موديل راح نخيط. المهم شوفوا كيفاه ديجا باينه باهيه التفصيله تاعها، يعني باينه كيفاه حتخرج. المهم هذا هما زوج طرق، قلت لكم درت لكم واحده على القيس وواحده بالشبر وكاين بالميطه. المهم كاين بزاف طرق تاع تفصيل وسهلين مهلين باذن الله. ان شاء الله برك تعاونوني طلعوا لي سوايع تاع صبوحه، القناه تاع صبوحه اللي اسمها سمسومه القلميه صبوحه، هاوليكم كتكوت هنا قدامي سمسومه القلميه صبوحه. طلعوا لي سوايع تاعها، تفرجوا لي الفيديوهات البنات، تفرجوا عاودوا تفرجوا عاودوا، خليوا الفيديوهات تاعي يمشيو باش يحسبوا لي السوايع فضلا حبيباتي، اكيد وليس امرا اللي تقدر نهدر ونعاود. هنا بعد ما فصلتهم وتهنيت عليهم حطيتهم فوق الماشينه جيت باش نطيب الحليب. يعني هذا وين راح نفطر، انا اصلا في الصيف ما نقدرش نفطر بكري، شغل ما نقدرش كيما نوض نروح ديريكت نفطر، ما نقدرش ناكل كيما نوض، ديما نخلي هيك شوي الوقت. المهم طيبت الحليب طيبت القهوه، وهذا القاطو بقى لي من البارح. يعني هذا القاطو واش نقول لكم، انا نحب القاطو تاع الكاكاو بصح شو نقول لكم يابس 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 يابس. المهم حبيباتي اللي وصلت هنا دير لي جام وتكثر لي تعليقات لهذا الفيديو باش يطلع، ونقول لك تكملي الفيديو هذا ادخلي لي القناه تاع صبوحه سمسومه القلميه صبوحه، هيك تلقاو اسمها لتحت في التعاون، وتفرجوا لي فيديو فضلا منكم حبيباتي. سيرتو في الليل كي تكونوا راح ترقدوا مشيو فيديوهاتي في قائمه التشغيل وخليوهم يدوروا وحدهم باش هكا البنات يطلعوا لي شويه سوايع ويتحل المشكل فضلا غالياتي. والله راني تعبت عليهم بزاف اكثر من 6 شهور البنات بالنسبه للقناتين، وللاسف صار لي فيهم سينيال وبروبليم كبير. المهم الله المستعان، اللي تقدر تتفرج لي وخلاص، وفضلت الحكايه سمسومه اسكتي كثرتي. المهم ما تنسوليش الفيديو هذا وقت تفرجوا، وانا حاطه فيديوهات يهبلوا بالنسبه للبنات اللي مازالوا كي غير يكتشفوا قناتي جديده، خاطر القنوات الاخرين ما همش يخرجوا للجمهور، ما همش يبانوا، بصح القناه هذه الحمد لله بسم الله ما شاء الله قاعده تبان صافا ما عليهاش. نقول لكم مرحبا بكم الكل، ودخلوا شوفوا الفيديوهات السابقه، واللي اول مره يعرفوني زعما ما يعرفونيش من قنواتي الاخرين، نقول لكم عندي 4 قنوات من تحت في الاشتراك، ادخلوا تفرجوهم خاصه صبوحه الكروتينات تهبل تهبل تهبل. وهنا بعد ما فطرت وشربت دوايه تاع دروسي، البنات دروسي قتلوني. لا اله الا الله محمد رسول الله، صلي وسلموا على سيدنا محمد. شوفوا
خرجت هنا باش نحي الداليه باش نعطيكم الوصفه اللي ديروها لرجالتكم باش يوليو يهبلوا عليكم. لقيت هذيك القطه الدور قلت لها واش حتى انت حبيتي نعطيك الوصفه، واش القطقوط تاعك مهبلك ولا واش ولا عزوزتك؟ قلت لها روحي جاي. المهم راحت قالت لي لا ما خصنيش. قلت لها الله يسهل انا نمد الوصفه لمتابعاتي. جيت هنا نحيت شويه ورق تاع داليا. ان شاء الله تكونوا وجدتوا المزهر ووجدتوا الواحده البنات ووجدتوا الاوراق تاع الداليا. ونسيت باه نوصيكم تاني على ورقه وستيلو، ورقه وستيلو باه تسجلوا الوصفه بالتفصيل المفصل الممل. اللي عندها راجلها مهبلها، اللي راجلها واعر معاها، اللي راجلها ما يكسيهاش، اللي راجلها ياخذ راي ماليه، اللي راجلها ليسونسيال متعبها في الحياه، اللي راجلها راسو خشين وما يسمعش الهضره، كامل نحتاجكم هنا. درك دينا الورق تاع الداليا، نزيدو نديو شويه نعناع. اكيد النعناع اختي باش تكلمي به اعصابك وتعرفي كيفاش تتعاملي والله من ناحية تتعاملي مع الوضع تاعك المزري. فهمتي؟ النعناع راهو باش تكلمي اعصابك، راهو خارج الوصفة. النعناع تاعي لقيتو هاكم تشوفوا ما بقاش، يعني خاطر نحيته من قبل يبسته وخبيته، يعني بقاو غير فتاتات صغار كيما شفتوا. هذه هي. وقلت منها خلي نصور لكم ثاني شويه مناظر في الجاردينه. مالقري صيف الدنيا ماهيش خضره وكلش، بصح مالقري طوله الطبيعه مليحه يا البنات. شوفوا شفتوا هذه الحصيده اي قريب تولي تراب. شغل هذاك القش اللي فيها وذاك القرط هذا كامل تخلي للدار. من ينوض الريح الايامات اللي فاتوا يدخل بشويه بشويه حتى تخلي كامل للدار، قريب تفرغ تبقى تراب. المهم جيبي الورق تاعك تاع الداليه حبيبتي وتغسليها. هاني غسلت انا الورق تاع الداليه مع النعناع. ركزي معايا وحلي وذنيك مليح وصفي ذهنك باش تدخل الفهمه في راسك. الوصفه راهي صعيبه. هنا النعناع تاعي غسلته باش نوجد تيزانه، وقلت خلي نشرب النباتات تاعي مساكن. هذو هم النباتات اللي قعدوا لي في الطاقه مع الالوفيرا وخلاص. البنات واش قاعدين تشوفوا هنا في الطاقه تاع الكوزينه. هذه الكراسولا قالك جالبه للمال نورمالمون زعما ما يقولوا. ما تبداوش تقولوا لي حرام وحلال خاطر ما على باليش انا. هكا يقولوا تجلب طاقه المال. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله. جيبي صحن. هنا غسلت الورق تاعي الداليه. ركزي مليح وسمي بسم الله. هذا وسحور حلال بالك تقولوا المخلوقه يدير الحرام ولا ربي يعافينا. هذا راهو سحر حلال. تجيبي الورق تاعك الداليه تحطيه في صحن وترشي عليهم الزهر وتقولي يا زهري يا زهري نديك للحداد شفيتي فيا العدية وزدتي الحباب. عاودي يا زهري يا زهري نديك للحداد شفيتي فيا العدية وزدتي الحباب. وتقلبي هذوك الورق تاعك 7 ورق. انني ما حسبتهمش احسبوا انتم، بس حديروا 7 ورق. هايوا وتزيدي الحتوتو والبوتوتو. وهناك تحكي في صوابعك وديري كدابرة كدابرة وتقولي يا زهري يا زهري نديك للحداد 7 مرات. قلت لكم 7 مرات. هاني نوصي يا البنات اسمعوا مليح وركزوا مليح. ها بركادابرا هاي بركادابرا 7 مرات. ويا زهري يا زهري نديك للحداد شفيتي فيا العدية وزدتي الحباب. من بعد كي تكملي هاوليك من المزهر اللي خدمت به. انتم خدموا باي نوع يكون عندكم، القرعه مقفوله ولا محلوله ما يهمش. والمهم في الاخير نقول لكم باللي الوصفه هذه درتها لراسي خاطر بقلتني القايله نهار كي رحت للدونتيست شبعت فيا القوايل قالوا لي ديري المزهر في الداليه. هذا ما كان بالك تقولوا هاك والله هاك. قاعد يعني كان جيت ندير السحور راني درته ليكم باه تخطوني وتبعدوني وتنسوني. المهم حبيباتي درت هذوك الورق تاع الداليه في شعري في راسي في جبهتي هكا وربطت راسي. ومن بعد جيت درت هنا شويه تيزانه اختي. شربت التيزانه تاعي. قلت لكم شربت التيزانه تاعي. شوفوا هنا خليتها شغل تبرد شوي خاطر الماء يغلي نصبوا عليها البنات ونخليها هكا تعرفوا. ومن بعد جيت لهنا باش نعمر لي كانات باش من بعد كي نبدا نخيط نلقى اموري واجده. نقعد ديريكت على الماشينه بربي شاء الله ما نوقفش حتى نكملها. نقول لكم البارح في الليل فتحت لايف على 11 مش على 9. فتحت لايف على 11 خاطر كنت معروضه. المهم كاين تفاصيل نحكيها لكم في الفيديو اللي جاي. وتشوفوا الموديل القندوره قسما بالله العلي العظيم يا وجات تهبل جات حلوه عسل. جات تهبل البنات. هنا عمرت معاكم الكانات. هاي الطريقه اللي نعمر بيها. انا ما نحطش الكانات في بلاصتها نهز الكبه الخيط في يدي ونعمر.
هنا عمرتها البنات، ودرك نزيد نعمر الكولارة الاخرى تاع قندورتي. وباش كي نبدا نخيط كيما قلت لكم نلقى كلش واجد. ما تنساوليش بالجام، وكثروا لي التعليقات البنات، وكملوا الفيديو للاخر. وقلت لكم كثروا لي التعليقات في هذا الفيديو وديروا جام. ولاول مره تشوفني تشترك في قناتي ونقول لك ندير روتينات تهبل. هذه القناه راهي جديده، حطيت فيها بالك 4 ولا 5 فيديوهات. بصح القنوات اللي تحت في الاشتراك، يعني القنوات اللي في التعاون اللي تحت في زر الاشتراك، هذوك قنواتي من بيناتهم سمسومه القلميه صبوحه ربي يرحمها اللي هي ماما، وسمسومه في الريف، هذو محطه فيهم بزاف روتينات يهبلوا اذا حبيتي تتعرفي عليا. والبنات اللي حبوا يعاونوني ويطلعوا لي سوايع في القناه الصبوحه، نقول لكم اضغطوا على القناه الصبوحه، ادخلوا فيها تلقاو قائمه التشغيل. اتفرجوا مشيو لي قائمة وفي اللي التشغيل يذهبون وخليوها تدور في يقوي. الليل ولا في النهار البنات باش يطلعوا لي السوايع. وهنا كنت بديت نخيط في ليمونش تاع القندوره هذيا عش النحله. المهم تفرجوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله، استناوني حتشوفوا كلش بالتفصيل. نحبكم ياسر، رموت عليكم وسلام.